من امبارح والناس نازله هاريه على موضوع عمرو دياب وقصه القلم. القلم اللي هو بقى اشهر من القلم بتاع عبد الحليم حافظ وعماد حمدي في فيلم الخطايا، فقلت اما احكي لكم ايه الموضوع بالتفصيل. الحكايه بدات لما كان عمرو دياب بيغني في فرح بنت محمد السعدي المنتج المشهور، وكان الفرح ماشي تمام وعمرو دياب غنى ورقص مع احمد عز واخر جمال، لحد ما جه حد من المعجبين وحاول ان هو يتصور مع عمرو دياب سيلفي، فقام عمرو دياب فقد اعصابه وخرج عن شعوره وراح رزعه بالقلم على وشه قدام الناس كلها. القلم ده قلب السوشيال ميديا حرفيا، والناس اتقسمت ما بين مؤيد ومعارض. في ناس كتيره قالت ان عمرو دياب غلطان وان هو كان المفروض ان هو يبقى هادي اكتر من كده ويمسك اعصابه، وناس قالوا ان المعجب تجاوز حدوده لما جه يشد عمرو دياب من الجاكيت بتاع البدله بتاعه علشان يتصور معاه، وان عمرو دياب كان عنده حق في رد فعله. وبدا بقى كلام وافتراضات كتيره قوي. في ناس اتهمت الشاب ان هو كان عايز يسرق عمرو دياب، وفي ناس قالوا ان هو عمل له حركه مش حلوه، وناس طلعت الفيديو من زوايا مختلفه عشان يثبتوا ان عمرو دياب هو اللي فقد اعصابه وان هو ما كانش صح ولا المفروض ان هو يضربه بالقلم. الحقيقه دي مش اول مره عمرو دياب يتصرف فيها بالشكل ده. الواقعه الاولانيه حصلت في فرح برضه من قريب، وده كان فرح اخت المخرج محمد سامي، لما عمرو دياب كان بيغني وفي وسط الاغنيه حصل مشكله في الصوت ضايقته تقريبا، فعمرو دياب ساعتها انفعل وزق مهندس الصوت بشكل مش لطيف واحرجه قدام الناس. المواقف دي تكرارها وورا بعض خلت ناس كتيره قوي تزعل من عمرو دياب وتقول انه تصرف كان مبالغ فيه، خصوصا ان هو حواليه الحرس بتوعه والمساعدين ممكن يحموه ويسهلوا له اي حاجه محتاجها. وناس قالت ان هو في السن الكبير الانسان بيبقى اقل قدره في التحكم في انفعالاته. الموضوع اتعقد اكتر لما ناس كتير قالت ان المشاهير زي عمرو دياب دول المفروض ان هم يبقوا قدوه لجمهورهم، وده معناه ان تصرفاتهم بيكون ليها تاثير كبير على الناس وخصوصا الشباب، وعشان كده لازم يبقوا حريصين في تصرفاتهم قدام الجمهور. رأيي بصراحة إن الشاب اتجاوز لما شد عمرو دياب من البدلة بتاعته عشان يتصور معاه سيلفي، بس برضو شايفة إن عمرو دياب رد فعله كان اوفر وكان اكتر، وما كانش يصح خالص ان هو توصل ان هو يضربه بالقلم. واللي بالمناسبة الشاب قال ان هو هيروح يقدم بلاغ او يعمل شكوى في النقابة بتاعة المهن الموسيقية. اللي خسران في الموضوع ده 100% هو عمرو دياب، غير ان في ناس كتيرة زعلت منه وقالوا ان طبعا التصرف ده غير لائق بالمره وخسر شعبيه كتير، والناس قالت عليه ان هو مغرور وبقى متكبر والكلام ده كله. كفايه احساسه ان لما حد يقول ان هو خلقه ده عشان كبر في السن وما بقاش يستحمل، دي لوحدها كفيله بان هي تجيب له انهيار عصبي. راح بقى الجيم وراح الحلقان والشعر وكل الحاجات اللي بيحاول يعملها دي راحت. انتوا بقى ايه رايكم في اللي حصل؟ وتفتكروا عمرو دياب عنده حق ولا كان المفروض يتصرف بطريقه تانية؟ وهل تفتكروا ان المشاهير لازم يكونوا واخدين بالهم قوي في تصرفاتهم عشان هم قدوة لجمهورهم، ولا في الآخر هم بني آدمين وهيتصرفوا بشكل طبيعي؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للفيديو علشان تشوفوا فيديوهات أكتر. بس كده عشان أتعب.